بالتحكيم 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 يا ولاد الحلوة، بالتحكيم. اظن مفيش فضيحة اكتر من كده، مفيش وضوح اكتر من كده. اللعمة يلاحظ ويشوف ان في فضيحة النهاردة في ماتش الاهلي، واللعمة يعرف ان الاهلي النهاردة خسر ليه. عندنا اخطاء في المباراة عندنا، بس ركلة الجزاء ركلة جزاء غير مستحقة، وهمية من خيال الحكم، اللي بصراحة لازم كلنا نهادي الحكم النهارده بجائزه رجل المباراه. بصراحه يعني الجائزه دي انا بقدر اقدمها بنيابه عن جمهور الترجي التونسي، مش جمهور الاهلي، لحكم المباراه. الحكم المباراه هو اللي كان عنده سابقه قبل كده مع النادي الاهلي لما طرد جراديشار ومحدش اتكلم. بس محدش اتكلم ليه؟ لان انت عندك اداره ضعيفه، من الاخر عندك اداره ضعيفه ونايمه في البطيخ. فالجائزه دي نهديها لحكم اللقاء النهارده. شكرا، تمت المهمه بنجاح، وعرفت تعمل اللي كان مفروض بيطلب منك، وقدر ان النادي الترجي بيفوز ب1-0 على النادي الاهلي. بس احب اقول لك على حاجه، الواحد مش كفايه. اسمع مني عشان انا شفت كتير. اخواتي واصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وتكونوا بخير وفي احسن حال. كالعاده يا ساده، النادي الاهلي بيتعثر، ولكن التعثر النهارده مختلف. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. احب اقول لك ان دعمك بيفيدنا وبيخلينا نكمل ونستمر. نرجع للمباراه، معلش عشان الواحد ايه سخن كده بعد الماتش ودمه محروق. يعني انت شفت الكوره ضربة جزاء اللي هي محدش شافها اساسا، الكل لعب واقف هناك، وامام عاشور وقع، والجون بتاع الترجي وقع، وهوبا الفار اشتغل جاب له ضربة جزاء من الشوط الاولاني اساسا، مش الشوط الاولاني. مع ان سبحان الله نفس اللعبة في الشوط الاولاني في نفس المكان لاشرف بن شرقي، الواد المدافع الاسود اللي عامل زي الطور ده، انا اسف يعني، بس هو صحته صحة الطور يعني، مش بغلط فيه ولا حاجة. الترجي عنده 3 ولا 4 لعيبة افارقة تيران يابا، تيران في الملعب تيران، يشيلوا اللعيبه ويجروا بيها، ما حدش يقول لهم انت رايح فين. الواد مسك بن شرقي وعرقله، بس بن شرقي غبي ان هو ما وقعش وعمل فيلم يعني، بس هو عطله عن الكوره. فين الفار؟ الفار ما اتدخلش ليه؟ عامه احب اقول لك، قال لك ايه المثل؟ قال لك يا فرعون ايه اللي خلاك تتفرعن؟ قال لك ما لقيتش حد يوقفني. هي اداره النادي الاهلي ما اتحركتش ليه من البدايه لما شافت ان الحكم ده اللي كان عنده سابقه قبل كده؟ لو تفتكروا لما طرد جراديشار وكنا بنلعب هنا في القاهره، مش فاكر كنا بنلعب مين بالصراحه، بس طرد جراديشار في اول المباراه طرد غير مستحق. كان المفروض اداره النادي الاهلي تمام تصدر بيان، تعمل ضغط شويه على الحكم، تقول ان احنا مش عايزين الحكم ده يحكم لنا. بس الاداره فين يابا؟ هي الاداره فاضيه؟ الاداره يا باشا عندها افتتاحات ومش عارف الخدمه المجتمعيه، ومش فاضيين، هم مش فاضيين يا باشا. النهارده لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاولاني كانوا رجاله وما يستحقوش النتيجه دي. يمكن الشوط الثاني الترجي بعد ضربه الجزاء طبعا، وبعد ما لعيبه النادي الاهلي نفسيا خرجت من المباراه والتركيز كده ابتدى يروح، واللعيبه كلها انسجمت ازاي نجيب جون، وكله طلع كده وسبت اللي وراك وسبت كل دفاعك فاضي وبقى شوارع. الترجي راح اب كوره و2، وكان ممكن الترجي النتيجه توصل معاه ل 3-0. نتكلم بصراحه، تسمع الكلام من اخوك الاهلاوي احسن من تسمعه من اخوك التونسي. النهارده انت كان ممكن تشيل 3 وتخرج ب3. ليه؟ الدفاع شوارع يابا، الدفاع شوارع. الشوط الاولاني انت كنت متوازن شويه، بس كان عندك غلطه. ليه احترم فرقه الترجي الاحترام الزياده ده؟ طبعا احنا بنحترمهم من فوق راسنا وكل حاجه، بس انا بتكلم في الملعب. ليه احترمهم الاحترام المبالغ فيه؟ ليه؟ انت ماسك كرة اكتر منهم في الشوط الاولاني. انت الشوط الاولاني خارج الاستحواذ حوالي حاجه و50 وحاجه و40 للترجي اللي انت بتلعبه على ارضه وسط جمهوره. كنت مفروض تخلص في الشوط الاولاني، لكن اللعيبه سيستمت نفسها هوب تعادل. ليه يا عم؟ مش هتمشي معاك، مش هتنفع تمشي معاك، مش كل مره. النادي الاهلي للاسف بيتعثر النهارده في دوري الابطال، ويمكن دي اول هزيمه للنادي الاهلي في البطوله دوري ابطال افريقيا لموسم 2026. حاجه غريبه جدا، مش عارف اقول ايه والله، بجد مش عارف اقول ايه يعني. والله لازم اللعيبه دي تفوق. انا عارف ان النهارده اللعيبه دي اتظلمت ومجهودهم شبه اترمى في الارض، وعملوا فعلا مجهود يحتذى بيه، وكان في روح في الشوط الاولاني، بس ما خسرش برضه. كنت اقدر ارجع في النتيجه يعني. في جت كوره كذا كوره تقدر ترجعني تاني للماتش. كرة مروان اللي مش عارف بدل ما يلعبها في دماغه بيستلم، كرة حسين الشحات اللي شاطها في الشبكة من بره. انا مش بلوم اللعيبة،
انا مش بلوم اللعيبه، بس انت كان في ايدك ان انت تخرس الجميع وتقدر تخرج النهارده على الاقل متعادل، لان انا شايف ان دي النتيجه المستحقه. الاهلي النهارده ممكن لو انت شايف ان هو ما يستحقش يكسب، بس ما يستحقش يخسر. عندنا شويه نقط الناس غفلاها والناس ما بتتكلمش فيها، ولما الواحد بيجي يتكلم فيها الناس بتزعل وبتهاجمه. شفت النهارده مصطفى شوبير؟ والله مش تقليل من الشناوي، والله العظيم يا عم الشناوي حارس كبير، حارس كبير، وفضل مسمع لفترات انه حارس مصر الاول، وكان عنده ثبات في المستوى لفترات طويله. بس شفت النهارده مصطفى شوبير 3 اهداف محققه، مصطفى شوبير بينقذهم. 3 اهداف. اخر كوره في الشوط الاولاني انا مش عارف هو ازاي عملها. ايه يا ابني ده؟ ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك يا ابني. شوبير جاب راجل، شوبير جاب راجل اسمه مصطفى يستاهل انه يكون حارس عرين النادي الاهلي. احب اقول لك اخويا المكشخ، يا اللي مكشخ بقك دلوقتي وعمال فرحان وبتضحك ومبسوط بالنتيجه، احب اقول لك ان انت جاي للقاهره هشيلك فوق راسي وهعمل معاك الواجب وزياده. ليه؟ لان انتوا اخواتنا وحبايبنا، بس في الملعب، في الملعب هنشوف لا هينفعك حكم ولا هينفعك تضييع وقت. يا راجل ده الحكم من اول الماتش، اول كوره، اول هجمه للنادي الاهلي، الواد قام مكلبش كده في زيزو، شدله التيشيرت، ما تفهمش كان عاجبه التيشيرت عايز ياخده ولا ايه، وقع زيزو في الارض. انذار، ما فيهاش كلام، انذار واضح، الحكم بيتغاضى عنه. بعدها هاني مش عارف عدت ناموسه من جنبه، قام عطس، قام مديله انذار. هاني فاق كده، في ايه؟ في ايه؟ انا ما عملتش حاجه اصلا، انا لسه بتكلم، خد انذار. بعدها بكوره امام عاشور اللعيب نام على ظهره. ايه يا عم انت؟ ايه يا عم انت؟ اي حد من لعيبه النادي الاهلي لما كان بيكح ما كانش اللي جنبه بيقول له ارحمكم الله، تلاقي الحكم جه اداله انذار في وشه. هي دي الماما الافريكا. خليك متفق وخليك مقتنع ان الكره الافريقيه ليها قواعد وشروط، من اهمها وشروطها ان انت لما بتكون بتلعب على ارض المنافس، سواء بقى بتلعب في تونس او بتلعب في المغرب، مع احترامي ليك الحكم مش هيجي معاك سكه ودغري. فانت كان لازم يبقى ليك موقف من قبل اللقاء، لازم الاداره كانت تبقى قاعده مشغله دماغها، على الاقل لو كنت طلعت بتصريح، طلعت بتهديد، طلعت بشويه كلام كده، حتى لو هو مجرد كلام في بيان، كنت تحط ضغط على الحكم وتحط ضغط على الاتحاد الافريقي ان المباراه تخرج بدون اخطاء تحكيميه. ضربه الجزاء مع احترامي ليك انا شايف ان هي ما تتحسبش، وشايف ان ممكن يكون فيها وعليها، بس انت عندك واحده زيها بالظبط، الاشرف بن شرقي. فالمبدا اللي يخليك تحسب الكره دي يخليك تحسب الكره دي، والمبدا اللي يخليك ما تحسبش دي يبقى دي ما تتحسبش. مش عايز افضل الوم واطول في قصه التحكيم دي، لان ده مش مكمل معايا. انا كده كده مش حكم، مش هيفضل مكمل معايا، وهيفضل اعلق عليه اخطائي واعلق عليه الفشل اللي انا فيه. مع احترامي ليك، فرقه الترجي النهارده النادي الاهلي يقدر يكسبها، وكان الاهلي بيمر بفترات اسوأ من كده والترجي افضل من كده، وكان بيكسب الاهلي في رادس، كان بيكسب، انا اسف، كان بيكسب الترجي في رادس. اللي يبين لك ده ويثبت لك معنى كلامي ان النهارده اول هدف يسجله الترجي التونسي في النادي الاهلي من 2019. ايوه، من ايام اضرب يا بدري. هو اخر واحد ضرب البدري، اخر واحد ضرب، بعد ما ضرب البدري ما حدش ضرب تاني من 2019، يعني من 7 سنين اول هدف يخش مرمى النادي الاهلي. مع العلم ان في ال7 سنين دول النادي الاهلي والترجي اتقابلوا حوالي 7 مرات، 7 مرات فيهم 5 فوز للنادي الاهلي وتعادل، اللي هو ماتش الذهاب بتاع النهائي بتاع 24 اللي خلص برضه هناك 0-0، والماتش بتاع النهارده اول جون يخش فيك. ده يبين لك ان النادي الاهلي معروف نفسيا كعبه عالي على لعيبه الترجي، فانت كنت لازم تنزل تستغل ده. ده انت اول مره اشوف فريق بيلعب بره ارضه وعنده ميزه مش عند الفريق المنافس، ميزه ان انت كعبك عالي على الفرقه دي نفسيا. انت الفرقه دي بتعرف تكسبها في عز نجومها، في عز ما بيكون عندها جيل اسطوري وتاريخي، بتعرف تروح هناك في رادس بتعمل ماتشات ايجابيه وماتشات حلوه، سواء بتقدر تفوز او في اسوأ تقدير بتتعادل، ما بتتغلبش. لكن ان انا لاعب الترجي وهو في اسوأ حالاته، يا راجل الترجي دفاعه شوارع، مع احترامي ليك زي شوارعك بالظبط. هنتكلم على نقطه الدفاع بتاعتنا، بس انت الترجي النهارده دفاعه شوارع والجون بتاعه على الله. لما الكره اتشاطت عليه ما مسكهاش. ازاي اللعيبه اللي عندك دي ما كانتش تقدر تستغل الميزه اللي عندك ومش عند لعيبه الترجي، ان انت متفوق عليهم تاريخيا ونفسيا.
زي بالظبط لما بتروح تلعب صن داونز بتحس ان صن داونز متفوق عليك انه غلبك 5 مرتين، اللعيبه بتنزل مش قادره تشيل رجليها، اول ما بيسمعوا الصفافير ويشوفوا الشمس وملعب 3 العصر اللي هو بيبقى عامل زي الغيط، اللعيبه بيجي لها تشنجات. لا 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 هنشيل 5 تاني، يوم شايل 5 تاني. انت النهارده كنت المفروض تنصب السيرك لعيبه الترجي، لان ما كانوش هم دول لعيبه الترجي، مش دول اللي كنا بنخاف منهم. ده انت في عز ما انت كنت بتخاف منهم كنت بتكسبهم وتديهم على عينيهم هناك في تونس. انا عارف ان هو لسه في شوط تاني، بس انت لو ما فقتش هيروح منك الشوط التاني وهيروح منك التالت والرابع والدوري وهيروح منك كل حاجه. هتلعب هنا في القاهره، مش عارف لحد دلوقتي هو الماتش تقريبا بجمهور، ايوه الماتش هنا بجمهور في القاهره، جمهورك هيكون مساندك وهيكون في ظهرك وهيعمل ضغط كبير قوي على لعيبه الترجي، بس انت لازم تسترجل، لازم تسترجل. عايز اشوفك راجل. الاهلي بقاله كتير قوي ما جابش جوان يا جدع في دوري الابطال. ايه يا عم ده؟ انت لعبت الجيش الملكي هنا في القاهره ما سجلتش فيه، لعبت شباب بلوزداد هناك ما كسبتهمش. هتسجل امتى في دوري الابطال؟ ابتديت الشوط الاولاني كويس، يعني زيزو وتريزيجيه وامام وبن شرقي اي نعم كانوا بيحلقوا بس كان ليهم شكل شويه، كنت لازم استغل الفرص دي. لو لسه بتتفرج على الفيديو اتمنى تكتب لي رايك في التعليقات، وعايز اسالك سؤال مهم جدا، محتاج اعرف منك مين افضل لعيب في لعيبه النادي الاهلي النهارده امام الترجي، ومين اسوأ لعيب من لعيبه الاهلي النهارده امام الترجي. اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله في مباراه العوده لينا كلام تاني، وباذن الله الصعود يكون على حساب الترجي في القاهره. السلام عليكم.